إذا ظهرت واحدة من هذه العشر توالت كنظام قطع سلكه فتتابع. علامات الساعة الكبرى 10 علامات هي علامات الساعة الكبرى. أولها المسيح الدجال، فشر غائب ينتظر، الله لا يجيب، أعاذنا الله وإياكم منه. الدجال الأعور الدجال، هذه العلامة الكبرى الأولى. 2 المسيح عيسى بن مريم. دجال من فين يخرج؟ يخرج من إيران، من أصبهان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج الدجال فيعيذ يمنة بأصبهان، فيعيذ يمنة ويعيذ يسرى. يعني يخرج الدجال في منطقة أصبهان التي هي تعتبر شمال إيران وشرق العراق. هذه منطقة الدجال. أول ما يخرج من هناك. يتبعه 70,000 من يهود العرب، على رؤوسهم الطيالسة الحمر. طيب، هذا واحد. 2 عيسى بن مريم ينزل من فين؟ ينزل من السماء الثانية التي رفع إليها قبل 2000 سنة. ينزل وقت صلاة الفجر، وينزل مع نزوله مطر جميل، وتهب رائحة طيبة على الأرض وأهلها، ويدخل على الناس وهم في دمشق في مسجد بني أمية وقت صلاة الفجر، وقد أقيمت الصلاة، ولما يكبر بعد إمام المسلمين تكبيرة الإحرام، ينزل على المنارة البيضاء الشرقية دمشق، ثم ينزل على الأرض، ثم يأتي ماشيا نحو المحراب، ثم يدخل على الناس فيسلم عليهم. أبيض اللون، شعره سبط كأنما يتلألأ، كأنما به حبات اللؤلؤ من الماء، من المطر لأنه نزل مع السحاب. إذا طأطأ رأسه تقاطر الماء منه. يأتي فيقول له إمام المسلمين وقتئذ محمد بن عبد الله المهدي: تقدم صلي بنا. فيقول عيسى بن مريم: إمامكم منكم، صل أنت. فيصلي المهدي إماما وعيسى مأموما في الصف الأول صلاة الفجر، فإذا صلوها انطلقوا نحو الدجال. قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذه صفة الحرب يقسم الله عز وجل بها. طيب، بعد ذلك جينا العلامة الثالثة، ما هي؟ خروج يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون. بعد ذلك خروج الدابة من بين الصفا والمروة، لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب، تكتب على جبين كل إنسان مؤمن أو كافر، حتى ينسى الناس أسماءهم، وينادي بعضهم بعضا بالألقاب التي كتبت على الوجوه، فينادي المؤمن الكافر: يا كافر، وينادي الكافر المؤمن: يا مؤمن.